في طريقتين ممكن نستخدمهم للعزل المائي للحوائط الخرسانية، والمقصود هنا بالحوائط الخرسانية يعني مثلا حائط خزان مية أو حائط حمام سباحة أو حائط بدروم. أي حيطة خرسانة عايز تعمل لها عزل مائي، في طريقتين ممكن تستخدمهم. أول طريقة هي العزل البيتوميني باستخدام لفات الممبرين اللي هي في ناس بتسميها برضو لفات الأنسومات. تاني طريقة بنعزل فيها الحيطة الخرسانة بالعزل الأسمنتي أو العزل الكيميائي. هتكلم في الفيديو ده عن النوع الأول اللي هو عزل الحوائط الخرسانية باستخدام لفات الممبرين أو الأنسومات. مبدئيا علشان نعمل عزل صح لازم أول حاجة نجهز سطح الخرسانة للعزل. طيب بنجهز سطح الخرسانة للعزل ازاي؟ هنقطع أي زراجيل حديد موجودة في الحيطة الخرسانة وهنعالجها بمواد الترميم بالطريقة الصحيحة اللي كنت عملتلكوا عليها فيديوهات قبل كده. ولو في أي تسويس أو تعشيش في الحيطة الخرسانة لازم برضو نعالجه كويس جدا بمواد ترميم الخرسانة. بعد كده لو سطح الخرسانة عندك كان ناعم ومستوي فهتبدأ عزل على طول. أما لو لقيت سطح الخرسانة عندك خشن وفيه نتوءات أو مش متساوي بسبب إن النجار كان مستخدم ألواح خشب قديمة في الحيطة الخرسانة، ففي الحالة دي لازم تمحر الحيطة قبل ما تعزلها. وفايدة المحارة هنا إن هي هتدينا سطح ناعم ومستوي نقدر نعزل عليه بكل سهولة. بعد كده هنعزل الحيطة الخرسانة بالخطوات العادية اللي كل الناس تعرفها. إن إحنا أول حاجة هنعمل رقبة إزازة في نقطة التقاء القاعدة المسلحة اللي شايلة الحيطة الخرسانة مع القاعدة العادية اللي تحت القاعدة المسلحة. بعد كده هندهن الحيطة بالبيتومين، ويفضل إن الدهان يكون وشين مش وش واحد. وبعد ما الدهان البيتومين اللي على البارد ينشف يعني تقريبا تاني يوم من الدهان هنبدأ نركب لفات الممبرين على الحيطة. وخلي بالك واحنا بنلزق لفات الممبرين او الانسومات على الحيطة لازم نعمل ركوب بين اللفات. مسافة الركوب ده بتكون من 10 ل15 سم. ولازم تشترط على المقاول اللي شغال عندك ان تسخين اللفة يكون تسخين كامل، بمعنى ان هو ما يجيش يسخن مسافة الركوب بين اللفات ويلزق اللفات في بعضها وباقي اللفة ما تتسخنش. لا، تسخين اللفة بيكون كامل عشان نضمن بنسبة 100% إن لفة الممبرين أو الأنسومات لازقة كلها على الحيطة وما هتفكش مع مرور الوقت. وبعد ما تخلص تركيب لفات الأنسومات أو الممبرين على الحيطة لازم تركب عليها فورا طبقة حماية. طبقة الحماية دي يا إما بتكون ألواح كرتونال اللي هي بيكون لونها أزرق، يا إما بتكون طوب أسمنت. فايدة طبقة الحماية على لفات العزل إن هي بتحميها من أشعة الشمس وبتحميها من إن هي تتخرم أو تفك من مكانها وإحنا بنردم عليها بعد كده. وخلي بالكم إن كل خطوة في العزل بنعملها مهمة جدا ولازم تتعمل صح بنسبة 100% من البداية، لأن بعد ما نخلص عزل ونردم الحيطة لو حصل لا قدر الله تسريب مية من الحيطة فهيكون صعب جدا إن احنا نحدد سبب المشكلة أو مكان تسريب المية فين. وللأسف هنضطر إن احنا نحفر أو نشيل الردم اللي ردمناه كله تاني ونراجع على العزل كله من أول وجديد.